تخيلوا ولادي مرضوش ياكلوا منها غير لما قلت لهم اسمها جرين بودنج. تعالوا نعمل الاكله المصريه البسيطه جدا اللي غير مكلفه بالمره. اول حاجه بنجيب نص كيلو من الفول المدشوش، وده موجود عند العطار. بنغسله وبننقعه نص ساعه ونحطه في الحله، ونحط عليه نص حزمه كزبره وبقدونس وشبت واربع او خمس وحدات من فصوص الثوم وقرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، وهنحط عليها ميه لغايه ما تغطيها بشويه ونسيبها لما تستوي تماما وتبقى بالشكل ده. واحنا كده بنعمل بصاره مصريه اصيله طعمها تحفه. هنضربها بقى بالهاند بلندر او بالخلاط المتاح عندك. لو هتضربيها بالخلاط تسيبيها لما تبرد خالص وتضربيها في الخلاط وترجعي ترجعيها في الحله تاني عشان هنعمل اخر خطوه فيها، وهو ده اللي بيخلي ريحتها توصل لاخر الشارع. من اجمل الاكلات الاقتصاديه البسيطه جدا والقديمه جدا في مصر. انا بحط لها ملح وكمون وبابريكا وشعره بسيطه من الشطه وشوية بسيطة من الفلفل الأسود. وتعالوا بقى نعمل الحاجة اللي هتوصل ريحتها لآخر الشارع. معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي في الطاسة، وننزل عليها ببصلاية كبيرة، ممكن كمان نحط شوية زيت، ونحط كمان بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات بالشكل ده. هنفضل نقلب في البصلة دي لغاية ما تتحمر وتبقى زي بتاعة الكشري بالظبط. تعالوا بقى نقول للناس اللي دايما بنشجعهم يشتغلوا من البيت واللي دايما بيدوروا على شغل من الانترنت من خلال البيت او من خلال الموبايل بس، جايبالكم شغل حلو جدا موجود في البايو او في اول تعليق. هتلاقوني سايبالكم الرابط في اول تعليق او في البايو. والكلام ده يخص الناس المهتمة بالربح من الانترنت او الشغل من البيت، واللي مش محتاج يشتغل من البيت او من خلال الانترنت فيعدي كلامي ده كله وملوش علاقة بيه ويركز في الفيديو بتاعي. واكون مبسوطة جدا لاي حد بيجرب وصفة ويخش يقول لي رأيه فيها بصراحة. بعد ما حمرنا البصلة شلنا جزء منها من البصل حوالي تلتين الكمية، وبعدين البقية البصل اللي اتبقى مع السمنة البلدي اللي ريحتها تحفة دي قلبناها مع البصارة وابتدينا نحطها في الطبق بالشكل ده ونزينها بالبصل المحمر اللي احنا حمرناه. بحب اعمل الاكله دي دايما في الشتاء وبسيبها بره التلاجة على رخامه المطبخ كده وبغطيها باطباق او بستريتش راب، وبتبقى جاهزه فطار غدا عشاء. تنفع لاي وقت، مشبعه جدا ومفيده جدا، ونقدر نستغنى عن خطوه السمنه البلدي عشان كمان تبقى دايت. يعني للناس اللي بتعمل دايت فهي اكله مشبعه جدا، وعايزه اقول لكم موفره جدا وطعمها يجنن وبألف هنا. ما تنسيش لو هتعمليها للدايت اوعي تحمري البصلة في سمنة بلدي، حاولي تحمريها في الاير فراير.